حدثني أحد الإخوة تزوج بزوجته، يقول في يوم العقد أدخلت عليها حتى أراها، يقول ارتبكت، ليس لي عهد بالدخول بين النساء وما هي من عادتي. يقول والمكان كان مظلم، والدها موجود، أمها موجودة، بعض إخوانها. يقول ارتبكت، ما رأيتها، يعني ما تحققت من صورتها. يقول ورضيت بالزواج، رضيت، نعم رضيت. ومرت الأيام ودخلت بها في ليلة الزواج، انتهى الزواج، ثم جئت لأخذ بيدها وأذهب بها إلى غرفتي أو إلى فندق أو إلى المكان الذي سابت معها أول ليلة. يحدثني هو بنفسه، يقول عندما كشفت عن وجهها ما يسمى بالشرعة، هذا الرداء الأبيض عن وجهها، يقول والله أصبت بمصيبة عظيمة. الله. يقول ليس فيها والله من الجمال بنسبة 1% مما كنت أتخيل أو آمل. يقول سبحان الله، دارت بي الدنيا وضاقت علي بما رحبت وتكدرت علي تلك الليلة والفرحة. يقول سبحان الله، أصبر 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 ثم أفطر على مثل هذا الشكل. يقول تألمت ألم شديد. يقول والله غلبتني دموعي، لكن ماذا أفعل؟ ذهبت إلى دورة المياه. يقول عندما دخلت دورة المياه بكيت بكاء الثكالى حزنا على نفسي. وفي دورة المياه دارت رحى الحرب بين إيماني وبين شيطاني. الشيطان يقول لي ما هذه المصيبة التي أصبت بها دون الناس؟ يعني هذه المرأة سبحان الله ما جت إلا إليك أنت، تختار هذه من بين ملايين البنات. ثم واعظ الإيمان في قلبي يقول وما ذنبها هي؟ لو كان الأمر بيدها لكانت أجمل النساء. هكذا الله صنعها وخلقها، وهو أحسن الخالقين سبحانه وتعالى. سبحانه. ثم جاء الشيطان قال لي وما ذنبك أنت تتزوج بها؟ والله هذه لا ترضي قلب ولا تشرح صدر ولا يرتفع بها الرأس. قال ثم جاء وعظ الإيمان في قلبي، قال تخيل أن هذه الفتاة في هذه الليلة زوجتك، أختك، ابنتك، قريبة لك، ماذا تريد من زوجها في هذه الليلة أن يفعل بها؟ يجبر خاطرها. يجبر خاطرها. يقول حدثت نفسي في اللحظة الأخيرة، قلت أنا والله لست مجاهد في سبيل الله ولم أجاهد، وأنا لست منفق ولا باذل، ولست من أصحاب قيام الليل ولا صيام النهار، وأعمالي قليلة. لما لا أجعل هذه الفتاة هي سبب دخولي الجنة؟ أصبر عليها وأحتمل منها، ولعل الله عز وجل أن يعقبني بها الجنة. يقول ارتحت لهذا الخاطر الإيماني في نهاية هذا الحوار بين إيماني وشيطاني. يقول غسلت وجهي وخرجت إليها وبششت في وجهها وأصبت منها ما يصيب الرجل من زوجته في مثل هذه الليلة. هو والله يحدثني يا أخوان، يقول والله ما مر علي بعد هذا الموقف 4 شهور إلا وقلبت هذه الفتاة كما يقلب الليل نهار. تغير لونها وتغير شكلها وتغيرت صفاتها. يقول كانت مصابة بأمراض، ثم عندما تزوجت وعاشت الحياة الطيبة ارتاحت نفسيا وظهر ذلك على صحتها وعافيتها. يقول كانت والله أقبح فتاة دخلت إلى قريتنا. ثم بهذا الخاطر الإيماني، العيش مع الله عز وجل، احتساب الأجر عند الله تبارك وتعالى، يقول قلبت هذه الفتاة والله إن أجمل من يدرج في قريتنا من النساء. بماذا هذا؟ بالعيش مع الله، الاحتساب، الصبر. الإنسان في حياته أحوج ما يكون، وبالذات في الحياة الأسرية، أن ينمي هذه البركة بالعيش مع الله. إذا أكل يجمع أهله على طعامه، فإن الطعام الذي يجمع عليه تكون فيه البركة. جميل. يقول النبي عليه الصلاة والسلام إذا اجتمعتم على، يقول لا إذا أكلتم فلا تتفرقوا، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. لماذا؟ قال فإن البركة في اجتماعكم. البركة في أن تجتمع الأيدي، وكلما كثرت الأيدي على الصحفة كلما حلت البركة بإذن الله عز وجل. وقس على هذا كل تصرف في الحياة، العيش مع الله والحياة الطيبة.